رجالة أولى ثانوي، رجالة تمام، عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ الدنيا حلوة؟ لينكين تحت فيهم كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية بقى والحل يا ولا. نبدأ نحل منطق. اصحى. هنتكلم بقى عن ايه؟ ربنا يستر علينا. يقول لك يسعى الباحث إلى التوصل إلى القوانين العلمية من خلال فحص جزيئات. ادام ما قال لك جزيئات يبقى انت بتتكلم في ناقص. بص احنا هنخش في الموضوع على طول، فرق لي بين التام والناقص تحت. خش على اللي بعده. قال لك عند قولنا ان احمد راجل نيجيري لونه اسمر، سبحان الله، ومحمد راجل نيجيري لونه اسمر، فتوصلنا لكل النيجيريين لونهم ليه يا معلم العنصريه دي؟ يبقى انت بتتكلم عن ناقص برضه. سؤال 3. قال لك جميع بقول لك ايه، وانت جاي في الكشكول، ايوه في الكشكول اللي ضفناه ده، وانت جاي بقى هتكتب لي ايه؟ مثال على الاستنباط ومثال على الاستقراء. ففي الاستقراء بقى تعمل لي مثالين، مثال على الاستقراء التام ومثال على الاستقراء الناقص. ماشي. قال لك وده عليه عقاب زياده اكتر من اي حاجه تانيه. عقاب اللي هو النظام بتاعنا، مش هنضربك كده. جميع اشجار الحديقه مثمره هذا العام. وهذا يعني قال لك جميع اشجار الحديقه كلها. ياه، دي اداك مثال اهو، اعمل شبهه بقى. قال لك كل شاعر مرهف الحس. احمد شوقي شاعر، يبقى احمد شوقي مرهف الحس، يبقى ده الكبير فوق نازل لتحت. افتكر الحركه بتاعتنا، يبقى ده هابط نتائجه اخص من مقدماته. السؤال الخامس. قال لك الاستدلال الفاحص اللي بينتقل فيه الباحث من فحص الظواهر للقوانين وهو يفترض مبدأ خاص به، وهو مبدأ الاحتمالية. احتمالية يبقى انت بتتكلم عن بص كل دول استنباط سهم اهو، ما عدا ده استقراء. هتقول لي عرفت منين؟ هقول لك حسن وحسين. سؤال 6 بيقول لك يقول أحد الفلاسفة يجب أن ينتقي المنطق المقدمات الكبرى، الفروض العامة اللي بيبدأ منها للوصول لحكم خاص. يا مزاجك، استنباط كبير للصغير. السؤال 7. استدلال تنتقل فيه من فحص عدة حالات جزئية ما كملش خلاص، ده استقراء بس ناقص ده. كل القادة كلهم وانزل، يبقى ده يقيني صادق، استنباط يا معلم. سؤال 9. استدلال يتعلق بفحص حالات من الظواهر وينتقل إلى حكم كل عام يطبق على الحالات المماثلة واللي فاتت، ولو انت على اليوتيوب يبقى ده اسمه ناقص. السؤال 10. طبعا انت لو بتركز في اللي بنقوله هتعرف احنا بنحل ليه، افتكر الرسمه واللعبه بتاعتنا. السؤال 10. اذا عرفنا طبيعه النوع واختبرنا جزء منه استطعنا ان تصدر حكما كليا. بص عملنا على جزء، يبقى انت كده ها دي الحاجه الوحيده اللي تنفع. دخلت مكتبه فيها 1000 كتاب ووجدت 900 كتاب بلون احمر، ودورت في ال100 الباقيين فوجدت لونهم احمر. لا حول ولا قوه الا بالله، انت عملت لهم احصاء. سؤال 12. يقوم الباحث في بدايه الامر بدراسه وفحص الاجزاء، وبعد ان يتاكد من صحه النتائج بيعممها. خلي بالك هو بدا بايه؟ فحص اجزاء. سؤال 13. يقول لك كل ما له جناحان يطير، الصقر ليه جناحين يبقى الصقر بيطير. طبعا احنا هنا لو بصينا هنلاقي ان نتيجته اخص من مقدماته. ليه نتيجته اخص من مقدماته؟ لان ده استنباط. يا مزاجك يا مزاجك. السؤال 14. انتقال الذهن للحكم على كل مفردات الظاهرة بعد فحصها كافة. يا مزاجك، يا سلام. بص تحلل العبارة أحد أنواع الاستقراء، وهي إيه؟ يا سلام، كل بعد فحصها كلها. ماشي. سؤال 15 يقول لك استدلال يصل بنا إلى نتيجة أعم وأشمل من المقدمات. أي من الأمثلة دي؟ افترض إن كفة كذا كذا، لا
مش ده مش ده مش ده، لان دول كلهم استنباط. يبقى انت هنا بتتكلم عن ده لان ده استقراء. شكرا لا داعي للتصفيق، لا داعي، لا شكرا. السؤال ال16، منهج يقوم على التجربة والمشاهدة وقراءة الواقع وجمع القواطع وجمع ما يمكن جمعه من الملاحظات بقصد تكوين قانون عام جامع مانع للمعاني الكلية لمختلف الجزيئات. يا سلام، ده احنا هنعمل استقراء بقى. يبقى استقراء يخص العلوم الطبيعية، لأن الباقي ده كله يخص الرياضة. كل مصر أفريقي سكيو. ما دام ما سكيو يبقى أنت بتتكلم عن إن هو بيدي حكم يقيني ولا تغديني، لا تضحكني ولا تبكيني، في داهية الضحكة هتوديني لما الطيب بقى شرير قدر يضحك ناس كتير. الانتقال من إحصاء ومعرفة كاملة بالأفكار الجزئية وبدون استثناء الإصدار الحكم كاملة بالجزء، كاملة بالجزء بقى تام. خلي بالك انت تام محشي فريك. يقول الإمام الغزالي أن تتصفح جزيئات كثيرة داخلة تحت معنى عند الهيني. فيبقى بالتالي أنت بتتكلم إن إحنا ينفع نتنبأ بالحالات المماثلة. يبقى أنت نخش على السؤال الثاني. يقول إن عمر العلم يقاس بمدى تطور الوسائل التجريبية المستعملة لاكتسابه. يبقى أنت بتتكلم عن العلوم الطبيعية والإنسانية يا معلم. يا معلم. طبعا احنا بنحل بسرعة عشان اللي بنقوله في الحصص افتكر ويلعب. سؤال 21، استدلال يهدف الى التوصل لاستنتاجات او تعميمات تتجاوز حدود الادلة المتوفرة او المعلومات اللي بيقدمها المشاهدات اللي عاملة ازاي فين. كله بيهدف لاستنتاجات تتجاوز الحدود. يبقى صدق احتمالي ده ولا ايه؟ اهو يبقى انه استقراء. سؤال 22، استقراء طبعا يعرف اللعبة، سمي الاسامي اللي معاه اللي بيهدف الحصص فاهم احنا بنعمل ايه. سؤال 22، الانتقال من فحص جميع الافراد للوصول الى الحكم على الكل. فاذا اردنا ان نحكم على ذكاء طلاب صف ما وعددهم 30، قال لك كل واحد منهم عملنا لهم احصاء. حبك في التم منه. سؤال 23، يرى مجدي حبيب ان التفكير الذي يعتمد على انتقال الفرد من العموميات الى يبقى نتائجه دايما يقينية. سؤال 24، الشخص اللي بيريد ان يفحص دم لمريض ما فانه ياخذ بعض قطرات من دمه. مش هاخد الدم كله ولا ايه؟ هاخد منه قطرات. يبقى انت هنا بتتكلم عن استقراء ناقص. يا اخي انا ناقصك. سؤال 25، يقول باشلر المعرفة التي لا تبنى على التجربة لا يمكن اعتبارها معرفة بل جهل. ده معلم، احنا لازم نعمل تجربة. احبك في الاستقراء. الباقي ده كله استنباط اصلا. سؤال 26، الاجراءات اللي بيتبعها الباحث عند دراسة مشكلة محددة او فحص ظاهرة معينة واللي بتمكنه من ترتيب افكاره وتحليلها. ده منهج. هنا هنسألك سؤال مهم. قول لي يعني ايه منهج في الكومنتات. لو تفتكر في داخلة المنهج اصلا قلنا ان بالاختلاف الا ان كلهم بيفكروا بطريقة واحدة. فقول لي يعني ايه منهج في الكومنتات. سؤال 27، عند ملاحظة العالم لكوكب الارض والمريخ والزهرة وعطارد وبقية الكواكب وهي محددة العدد توصل الى حكم عام عليها بناء على ده، وهو ان جميع الكواكب هتقول لي ليه انا اخترت دي تحديدا في الكشكول؟ طبعا احنا بنحل للطلبه اللي معانا عشان الناس اللي بتخش يعني عينيا. لو انت عايز تسال عن حاجه هقولها لك انا عادي، بس اسالني. الارقام موجوده في اول الفيديو وتحت فيه كل اللينكات. سؤال 28 بيقول لك منهج يستخدم في البحث يكشف لنا عن امور جديده قد نصل إليها في المستقبل. من هنا فربما تغير من أحكامنا ربما يبقى احتمالي. سؤال 29، الطريقة اللي بيعتمد عليها الباحث من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية
فهي عملية تنظيم الأفكار عديدة يسعى الباحث من خلالها للكشف عن حقيقة جهلها أو للبرهان على مش عارف إيه، أو بيحاول يجيب السبب يعني. أهو سؤال 30. منهج يعتمد على التفكير ويعطي المتعلم فرصة للتعلم وزيادة مهاراته، حيث يهدف الباحث من خلال المنهج ده لجمع المعلومات. طب ما ده منهج استقرائي، ما احنا لسه كاتبين في الكومنتات. ولا انت ما كتبتش؟ شكلك ما كتبتش. ولا لو ما كتبتش اكتب. ولا كتبت ولا ما كتبتش؟ ولا سؤال 31. توصل أحد الباحثين إلى أن كل أشجار حديقة مثمرة هذا العام، وذلك بعد فحصه لعدد محدود من أشجار حديقة فله محدث. يعني خد شوية وعمم يبقى ناقص. قلت من غير ما أقصد، قلت كلمة. طيب 32. دخلت مكتبة فيها 50 كتاب ولقيت 20 منهم بالأخضر، ولكنك أكملت الرؤية حتى تأكدت أن 50 كتاب كلهم لونهم أخضر، فيبقى نتيجتك هتساوي مقدماتك صاحبي. أحبك أحبك أحبك. تحت اللينكين مستر إبراهيم أبو بكر، قناة إبرة على اليوتيوب. سلام يا صديقي.